السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. يا حبايبي، في اول الفيديو نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش تدعوني باللايك والاشتراك في القناة، فضلا منكم وليس امرا مني. ربنا يكرمكم كده وتدعموني بلايك واشتراك حلو زيكم كده باذن الله. شوفوا بقى، ما شاء الله، الله اكبر. الشقة طبعا انا لسه ما فرشتش، لان النجار ربنا يسامحه، اللي انا اديت له الركنه يشدها له ويظبطها لي. عمال يديني في مواعيد، اسبوع في يوم، في يومين، في اسبوع، مش عارف ايه. آه فلسه ما جابهاش. فالبنات بقى يا ماما احنا بردانين، وطبعا عارفين الشتاء والبلاط في الشتاء بيبقى عامل ازاي. قلت لهم يلا ايه نروق بقى الدنيا كده ايه ونظبطها على قد ما نقدر. تمام. جبت بقى الكراسي، كان جاي لنا ضيوف يعني. فبنتي بتقول يا ماما طب والناس اللي هتيجي ومش عارف ايه، قلت لها خلاص يا ستي هنجيب طقم الكراسي بقى ونظبط الدنيا. فباركولي بقى جوز بنتي ابو ادم، ربنا يسعده يا رب ويروق باله ويكرمه. جاب لي الشاشه ديت، رحنا اتفقنا على فلوسها، هو دفع لي المقدم هديه ليا يعني، وانا هكمل قسطها. هنا بقى ظبطت ايه الكراسي، وزي ما انتم شايفين كده قلت لها والله العظيم بصوا قاعده في منتهى الجمال. تمام. طب بذمتكم ايه رايكم؟ قلت لها لا عايزين بقى ركنه ولا عايزين حاجه. قالت يا ماما بس ما ينفعش ومش عارف ايه. قلت لها خلاص ماشي يا ستي، اما الركنه تيجي ادينا ايه نعمل طقم الكراسي والترابيزه دي كده. وفرشت بقى وروقت الدنيا على قد ما اقدر. ده الكلام ده ايه بقاله ايه يومين. تمام. غير امبارح بالليل تاني شلت بقى الحافظه اللي في الصاله دي وجبت واحده كبيره، ومسكت المطبخ بقى، شلت الحته البطانيه اللي فرشاها دي، ومسكت المطبخ روقته تروقه 100%، وفرشت الحافظه بتاعته. وفرشنا بقى حافظات في الشقه كلها. انا طبعا العدت ملزومه عن المطبخ من ساعه الدهان وكده، قلت لهم بصوا ما عادش حد مسؤول عن المطبخ في البنات يعني. فانا بقى اللي مسؤوله عن المطبخ، طبيخ وغسيل مواعين وترويق مطبخ وكل. ايه رايكم؟ ما حدش يتكل على حد، وحياه ربنا وحياه ربنا. بص لو عندك 4 بنات 5 بنات في البيت، صدقيني ما تتكليش على بنت من بناتك في حاجه. دي بتتكل على دي ودي بتتكل على دي، وبص قلبك هيوجعك من كتر الكلام، وفي الاخر انت اللي هتقومي وبتقضي مصلحتك. صدقيني انا معايا جوز البنات ربنا يخليهم وكل حاجه. قومي يا بنتي اعملي، طيب يا ماما قومي يا بنتي اعملي. بص انا قلبي يوجعني من كتر الكلام، مفيش مصلحه بتتقضى، فانا اللي بقضي. بصي هيبقى مزاجك في السحاب كده، هتعملي مصلحتك بايديكي، هتلاقي شقتك رايقه ودنيتك متنظفه حواليكي، غير ما هتقعدي تتكلي على دي وعلى دي. الشاشه بقى يا جماعه عليكم في الحيطه اللي انا ركبت فيها الشاشه دي، بسم الله ما شاء الله جميله، الله اكبر. ربنا يصلح حالك يا ابو ادم، يا رب ما تحرمش منك ابدا. هو ده يا جماعه جوز بنته وكل حاجه، واخ للبنات. اشوفكم على خير وفيديو جديد، ومع السلامه.